أدبت أوجه الرئيس علم ما دام وهي علمي إلهي لوجود دوانيه هذا العلم من علوم الآخرة وعلمك آخرة قف إلهي لوجود دوانيه وياه أدبت أوجه الرئيس وإخلاص قوام حي إلهي درتي قف إنه علمك نوبرته إلهي درتي إنه قفك علمك وقبرته نيديس إلهي مو يوحك لإنان الجلين سبحانه وتعالى ما كدونه إن لو أمانه أما إنه كهله تتكا إن وحوي الله فريسي ميلا سرسرية المجالس أما تتكا إنه كجهر مرة أما إنه كفانه أما إنه كدوني ماي أما إنه كفانه كتاب هي البان حفظ سنة تسو كتب بان قيب سنة قرآن كنت سو حنو قرنا قراءات أكلت الدول فلا يفخر بها على غيره يتعلم لأجل الله يحفظ ما يحفظه لله سبحانه وتعالى ويقرأ ما يقرأه لأجل الله سبحانه وتعالى ويدرس ما يدرسه لأجل الله سبحانه وتعالى ويقرأ ما يقرأ على المشايخ والعلماء لا يريد بذلك أن يقال قرأ على فلان وقرأ على فلان وعنده كذا من الروايات والقراءات ونحو هذا كدوني ما قف علمك وبرنيه إن لو أمانه لو شيخه مر بالله إلى الشيخ البوح كبرتي انتاسو شيخ بالله كل ماي انتاسو شيخ بوح كبرتي تاسو waxay kamid tahay haduu qofku sida uu jeclaado oo wuxuu doonayaa inuu qoto sida in lagu amaano waxa looga baqayaa in cilmigaas barakadii ay ka tagto والإخلاص هو الصدق مع الله سبحانه وتعالى في الطلب ومن صدق مع الله صدق الله معه سبحانه وتعالى ومن استنباطات ابن القيم رحمة الله عليه أنه يعني جعل قياس العلم على البيع فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما ابن القيم رحمه الله تعالى وحياله تمامه وحكم ذا سيدا لبدا قفي wax kale iibsanaya ba loo yiri haday run sheegan oo waxay ku iibsanayaan iyo waxay ku macaamilaan run ku sheegan waa loo barakeeyaa iibkooda وهكذا العلم قناه سدا سو كره قف قدو رun ku sheego waa loo barakeeyaa والإخلاص أن ينوي الإنسان رفع الجهل عن نفسه وينوي رفع الجهل عن غيره وينوي نشر العلم وإحياء السنة والخير قفك مركا دونيو إخلاص إنو سميو وحاونيونيا نفتيس إنو جهلك أو قتل قاضي ومدك لنبي محمد عليه الصلاة والسلام يقنا إنو جهلك أو قتل قاضي وحكالو أونيونيا وحكالو أونيسانيا إنو علمك فافيو لأنه قد سبق لنا أن من أشراط الساعة أن يكثر الجهل أن يظهر الجهل ويقل العلم فمن ينشر العلم ويدرس الخير ويعلمه للناس فلا شك أنه يساعد على نشر الخير وتقليل الشر قفك كمشغول صندتك إنه خير كبر وعلمي دون إنه برته سيادة وضدك وسي كارسيو قفك سيحكم مشغول سين سيدي خير كأمد النبي محمد عليه الصلاة والسلام الله بدل لها شركنا لا يرين لها وأما عكس الإخلاص فهو الرياء والتسميع ففيما يتعلق بالأفعال فاسمه الرياء وفيما يتعلق بالأقوال المسموعة اسمه التسميع وقد قال صلى الله عليه وسلم من راى الله به ومن سمع الله به وحي إخلاصك كسور جيدا وحلا إلى الرياء أما استسنمه وقفك إنه تدك استصه رياء يتسميع وحي في علادك سابس الرياء بالله إلى وحي الله مقلنا وحلا إلى تسميع اسم قشين نبينا عليه الصلاة والسلام وكدق وحانو تلمام يقفك تدك استصه إلهي با استصيه يعني وهن شباد هذا تهديد من الله سبحانه وتعالى رأى الله به أي أرى الله أو أراه الله ضعفه وذلته وهوانه ومن سمع الله به أيضا يعني خسر بهذا ويخسر بهذا والعياذ بالله سبحانه وتعالى فالإخلاص كمرك إخواني في الله وعباده فاضل وقفك أي تهين إلهي ويديستون ومن أوجه اكتساب الإخلاص سؤال الله عز وجل كثيرا أن طالب العلم
أن المسلم والمسلمة يسأل الله كثيرا الإخلاص وأن الله يرزقه التوفيق والقبول قفك وإنه ينبضن إلهي سبحانه وتعالى ويتسته عمل كيس إنه كرده إلهي درتي سبحانه وتعالى. الأدب الثاني من آداب المتعلم هو التواضع. من الآداب المهمة التي ينبغي لطالب العلم هو أن يتواضع. آداب طلبات وإنه قفك تواضعه وصل له قفك علم برنيا حلو قبه يعني إن أو يصل له تواضع. يتواضع لمعلمه ويتواضع لزملائه وأقرانه ويتواضع لعموم المسلمين. عدة تواضع يقول الرئيس ومعلم كيس وحكبرنا إنه يصل له وأرضين مديسة وموتشيو. كذلك أيضا وحو كلو يصل له أقرانته أما أرضيدا يا أصحابته يحوض برنيا كوادات كان مايو. كذلك أيضا تتكك لعموم المسلمين أي تواضع يا وصل له. ففي صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. النبي عليه الصلاة والسلام وحوت المام وحلئي وحيودي إن آد مسلمين هداتيين مسلمين آد إصدر لكتان ومسلمين تكلا آد أدبع سناتان ومتكين ككلآن أفان لا يبغي أحد على أحد مسلم ككلآن كحد كتب ولا يفخر أحد على أحد مسلم ككلآن أفان وآن أوغفان وحويا إنه كبدي أما وكونكسين. فصفة التواضع صفة مهمة جدا في طلب العلم. وكما قيل العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل أو كما السيل حرب للمكان العالي. وحل يلي علمه العلم حرب للمكان العالي أما للفتى العالي ده. العلم حرب للفتى المتعالي علمه وحودقال يويرر وكولتشرا إنك أما ويلك إسقاط قادة إسكبرية كما السيل سدا ضادكبا حرب دقال أيقويه للمكان العالي ماشا صريح وسدا بيوه أنا أقارين ماشا صريح يعني يقصوا ضغطان سدا سوكلا علمنا أنا أقارين قف إسقاط قادة وإسكبرية علمك مركا وحبه يتواضع. ومن بديع استنباطات الإمام السعدي رحمة الله عليه في تفسير سورة المائدة في قوله تعالى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون أن الله عز وجل مدح الكافر بالتواضع وأن الله مدح الأنصار على اليهود بتواضعهم وأنهم لا يستكبرون. فما بالك بالمسلم إذا تواضع لله ولعباد الله. الإمام السعدي رحمة الله عليه تفسير كيسي وحكوت المام إن إلهي أماني كريستنك يقول قال أي إلهي وحكو أماني إليهين ضد تواضعي أو أن إسكبرينين أو أن إسقاط قاضين فالهدي ضدك قال أها إلهي وحكو أماني قاركود وكريستنك يهود إلهي وتلمامي كريستنك هناك في عين يهود إناني إسكبرين فالقفك مسلم كأه إلهي رميسان يعني إسكبرين بالهدي كور. الأدب الثالث من آداب المتعلم هو حفظ الوقت. أدب تصدحات علم قالوها لو حكم ذا قفك إنه وقته يسعو إلى أشطه. الوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. وقته وحل إلى ليول الدور وحا أوغو قال سنويا هذا هو وحا أوغو فضل إنك ضيعمه وحا أوغو بدن إنك ضيعمه ووقت وحا أوغو قال سن إلا هيانا ووقت. الوقت هو الحياة يا إخواني إن الوقت هو الحياة. نلشو أدونا إنه كسر النهاية ووقت قاعد إنه كتشو وساعدها وأمير الرضا ودقيقتها أي نور نهيويا. فينبغي للمسلم عامة أو عموما ولطلاب العلم خصوصا
العناية بحفظ الأوقات قف كستو مسلمة سجود هانا أرضية علمك الشرعي براني سيجار هانا إن أي كد دالان وقت جودة إن إلى شتان وقت جاء هذا إلى شتو وحفر بدن بعد كم إلى دالين كرتا ولمدي وين الصحابة دي يكوي كتم بي ديمان تعالى آخر تاريخ دودي وحاضر كيسا وقت جود وحاو كجب هجري وقتهم كان بين عبادة وعلم وقت أي عبادة سنيان وقت أي وحبرنيان أما أي وحبريان أيودحي وقت جود مركا وقت جا إن لا دورتا وأساس بيقطع طلبك علم الله برنايو قف وقت جيس إسكلم يقضي عينه ميل مجاره وإحنا ما بنت العلم لا يمكن أن يصل إليه البطال ولا الكسل الشخص الكسلان الذي يضيع أوقاته في غير العلم وفي غير ما يرضي الله سبحانه وتعالى مركا وقت يا إخواني إن لا دورته ولا إلاشته أساس بيقطعي علم مركا الله برنايو الأدب الرابع من الآداب المتعلقة بطالب العلم في نفسه الصحبة الصالحة صاحب في عن قفك إنه يشوف وحكمته آداب تمهيمك قفك استوى مسلم با مركا حتى لقى ما طبعا أرضك وحبرنا مسلمين تأي تهي إنه قفك مسلم كأولا صاحب وقفوا ناكسا لأن الصاحب ساحب يسحبك إما إلى الخير وإما إلى الشر صاحبك وكتشيدنيا أما دينا وناكسن وكتشيديا أما دينا حن أي كتشيديا بل قيل ما فسدت أمة من الأمم ولا أهلك الله خلقا من الخلق إلا لأجل الصحبة وحلا يلي أمضي نجا الرئي إلهي سبحانه وتعالى وهلاقي قاركود أمضوا إلهي هلاقي ما تشرتوا إلا وحلقوا هلاقي صاحبك حن صاحبك وناكسن فكان يقول قائلهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون واي وحي يسكور انشرين بركود وبركة كالي إنا وجدنا آباءنا على أمة أي على دين وملة آباياشيو وحانو كسو قادني دين تانا كفو قيمينو رسول كان عصول النوي من قادر من وركيس فالصاحب خطير جدا فلا بد من الصحبة الصالحة ومثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء مثل به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذا بنافخ الكير وذاك بحامل المسك الصاحب الصالح كحامل المسك والصاحب السيء كنافخ الكير النبي عليه الصلاة والسلام صاحبك حن يصاحبك وناكسن وحكوك لا تسالي وقفك أدق أما مسكك ستة يقفك طبك وحويان شرية نافخ الكير وحويان طبك قراعية أما طبك وحويان هرينة شرية سيدا قفك وناكسن مسكك أوسيتو أما وكائب أما وحبو كاسين أما أرتاك قادي دونتا أرتا أدقوم لك سو قاريس مر والبع أدو حاتاي مستفيد قفك لكن طبك أفوفيا أما طبكاسي وكو قبن أما وكو دبن أما markay ugu fududahay waa marka qiiq wax weyn uu ku galo oo dibtaas ay ku soo gaadho فهذا مثل بديع من الأمثال النبوية العزيزة في أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للصاحب الصالح والصاحب السوء وتصال الله يابله والنبي عليه الصلاة والسلام أويه ري وحويان صاحبك ونكسن إيو صاحبك والأمثال النبوية اعتنى بها العلماء رحمة الله عليهم كما اعتنوا بالأمثال القرآنية سيد علماء رحمة الله عليهم أي قد ذالين أمثاشا يتصالياشا قرآن ككتشرة أي علماء وحيكلوا أي قد ذالين تصالياشا كتشرة حديث النبي عليه الصلاة والسلام فقد أفرد ابن خلاد الرامهرمزي صاحب كتاب الفاصل بين الراوي والواعي أفرد كتابا سماه أمثال الحديث النبوي إمامك الإله ابن خلاد الرامهرمزي المتوفى 360 رحمة الله عليه كتابه حققري الأمثال أما أمثال الحديث النبوي تصالياش النبي عليه الصلاة والسلام ودقي أما النبي عليه الصلاة والسلام